ممكن ان تقام البطوله في 2013 ويقيمها العراق، لكن لا انا ولا انت تضمن نجاحها بالشكل الذي نظمت فيه في السابق. هناك الكثير من الامور التي تحتاج الى وقت، قد تكون جاهزه في 2013 وقد تكون غير جاهزه، الافتراضات وارده وغير وارده، لكن يعني يجب ان نعمل بالواقع. ليس هناك شيء موجود الان ونحن ننفيه، او شيء غير موجود ونحن نثبته. الامور يعني تناقش بشكل، ليس هناك عداء، ليس هناك عقده، ليس هناك شيء في هذا الموضوع. نوقش الموضوع بشفافيه عاليه وبواقعيه. الكل يحب العراق، الكل يريد العراق، الكل مع طاقه البطوله في العراق. استاذ ناجح، لا يعني لا توجد هناك عدائيه، لا توجد هناك عدائيه، ولم يمنحوا العراق حق استضافه خليج 21. اي نعم ابدا ما هذا الموضوع ما موجود، الكل متعاطف مع اقامه البطوله في العراق. كيف التعاطف؟ اين التعاطف كابتن ناجح؟ اين التعاطف؟ اين التعاطف مع العراق؟ التعاطف لا يعني انا اعطيك شيء لا تنجح فيه 100%. التعاطف انا معك، لكن اتمنى لك ان تكون جاهز لكي تنجح. ليس العمل بالنيات والرغبات، ارضي هذه الجهه او تلك او هذا المفصل او ذاك المفصل. هذه بلد مسؤول عن اقامه بطوله يجب ان تكون ناجحه في كل الامور. ليس الموضوع الى علاقه يعني بالعاطفه ابدا. طيب ناجح، الان الاجتماع كان مقرر له ان لا يستغرق اكثر من نصف ساعه. الاجتماع من خلال دفاعات الاتحاد العراقي اكثر من 5 ساعات استمر. ليس هناك شيء فيه مساومه على العراق او شيء ابدا، لكنه يجب ان نقر في الواقع. نحن نعمل في منظومه اسمها بطوله خليج، ويجب ان نحترم اراء الاخرين وان كانت غير متطابقه مع ارائنا، وعليهم ان يحترموا ارائنا وان كانت غير متطابقه مع ارائهم. لكن في الاخير يجب ان تكون هناك رؤى واضحه ومشتركه. نحن لم تلغى من ايدينا بطوله الخليج، ستقام بطوله الخليج في 2014. كابتن ناجح يعني كابتن ناجح يعني اكيد ذهبتم الى الكويت وقدمتم ملف، ما هو كان يعني الملف العراقي من اجل استضافه هذا الحدث؟ ما الذي قدمتموه؟ نعم كابتن ناجح ما الذي قدمتموه عندما ذهبتم الى الكويت؟ كل شيء قدمناه ما يخدم بلدنا ويخدم ضمائرنا ويخدم مهنتنا اللي نعمل فيها. لا نخاف من احد ولا نجامل احد ولا نقفز على حدود احد. كل عملنا كان بواقعيه وبحرفنه، وابدا الموضوع ليس هناك تحت الاكمه وليس هناك شيء اخر. ارجو ان نبتعد عن نظريه المؤامره وان نكون متطورين وحضاريين في كل شيء. ليس عندما تاخذ شيء انت وعندما لا تاخذ انت محارب او ما شابه. هاي نظريه قديمه، نظريه المؤامره. نتجاوز هذه النظريه. يجب ان نعمل ويجب ان نحترم اراء الاخرين ويجب ان نتعاون مع الاخرين. ليس هناك شيء اسمه سوف نبني، سوف نعمل، هذا غير صحيح. علينا ان نحترم افتراضات الاخرين، حوادث الاخرين، شكوك الاخرين، وعليهم ان يحترموا ارائنا في تسنيدنا، في تقديم الادله، فيما شابه. المهم كل هذا انه هناك يجب ان ياخذ العراق وقتا اضافيا لكي تكون نسبه نجاح تنظيم البطوله بنسبه عاليه جدا. ما هو الخطا في هذا الموضوع؟ البنايه الان يعني البنايه اذا قيمه 2013 واذا قيمه 2015 تكسر الطول تصغر. البنايه للعراق والبنايه لهذا. واذا لم تقم بطوله الخليج الان هل سوف لا نستغلها للنشاطات او لمباريات او ما شابه؟ دعونا نتعامل بالواقع، دعونا نتعامل. طيب كابتن ناجح، يعني هل كان القرار كان بالاجماع؟ نعم، وليس هناك تصويت اصلا، ليس هناك تصويت، كانت قناعات واجلنا الاجتماع. الوفد العراقي اجل الاجتماع واجرى اتصالات عديده ووصل الى قناعه انه يجب ان يكون هو من ضمن المنظومه وليس هناك ضرر على العراق. وابدا لو اعطيتني مدينه رياضيه ومدينه من الناحيه اللوجستيه كامله لحد اللحظه لما خرجت من القاعه الا ان تقام البطوله في البصره. اما ان تاتي هناك افتراضات يجب ان نحترم هذا الموضوع، يجب ان نفهم الاخرين. كابتن ناجح، طيب يعني
انا ما سمعت يعني بالوضوح، يعني قرار الاتحادات الخليجيه هل كان بالاجماع يعني انه منح البحرين استضافه خليج 21؟ هو ليس منح البحرين بديل، هم عندما راوا ان العراق يحتاج الى وقت جاء اسم البحرين. لو كان البديل غير البحرين الوقت موجود كابتن ناجح، الوقت ما زال هناك وقت لعام 2013. يا حبيبي الحسابات لا تقبل التأويل، الوقت محسوب. عندما تقول فندقين، انشاء فندقين 5 اشهر، اسال القاصي والداني بكم كم تحتاج الى الوقت وجاوب على السؤال انت. كابتن ناجح؟ يبدو ان الاتصال قطع مع الكابتن ناجح حمود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. شكرا استاذ ناجح للمشاركة معنا في هذه التغطية الخاصة عن يعني خليجي 21 في البحرين وليس في البصرة. على الرغم من كل هذه الامور اكيد هناك يعني امور سياسية تتعلق بعدم منح العراق خليجي 21 في البصرة ومنحها إلى المملكة البحرينية. مع الأسف أن احنا كان هناك يعني الشارع الرياضي، الجمهور الرياضي في العراق كان ينتظر هذا الحدث بفارغ الصبر، لكن مع الأسف الأمور لم تكن على ما يرام، ولم يتخذ رؤساء الاتحادات الخليجية القرار الصحيح بحق استضافة العراق لهذه البطولة الخليجية اللي أيضا هي من حق العراق أن يستضيفها. 21 في البحرين و22 في العراق. يعني باعتقادي يمكن يعني عندما يأتي مثلا خليجي 22 أيضا عام 2015 سوف يكون هناك كلام آخر. نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل هشام عبد الستار. من لم يكن يتوقع هذا الذي حدث فعليه أن يعيد حساباته بالواقع العراقي ومحيطه من الأصدقاء والأعداء. فقرار الاتحادات الخليجية والذي أقر اليوم كان سياسيا من الجلد إلى العظم، فحجج من هنا وحجج من هناك، تارة بعدم استتباب الأمن في البصرة وربط البطولة بموافقة الفيفا تارة أخرى. والكل يعلم بأن اليمن استضافت البطولة الخليجية وسط حرب طاحنة تدور في البلاد، لكن نستطيع أن نقول هي كفر إن مرت فوقي وهدى إن مرت تحتي، ناهيك على أن البطولة غير معترف فيها من قبل اتحاد كرة القدم، والقرار هو خليجي بحت، على الرغم من الإجابة الشافية لما تحججت به اللجان الخليجية والوعود الكافية لاكتمال المدينة في الوقت المعتمد عليه وتهيئة كل السبل من أجل استضافة الوفود الخليجية. فلم تجد هذه الإجابات ما تبحث عنه، وكأنك تنحت في صخر. فنستطيع أن نقول أن القرار لربما اتخذ منذ الزيارة الأخيرة للمدينة الرياضية في البصرة بعدم منحها للفيحاء وتسليم مقاليد البطولة لمن اعترض عليها بمساندة الأصدقاء، خصوصا وأن الاجتماع أصبح شكليا دون الرجوع مرة أخرى للرد العراقي، وذلك من خلال بث الخبر قبل ساعات من انطلاق النقاش الذي سيقرر الاستضافة من عدمها. أرادوها بحرينية أصبحت بحرينية، فهذا ما تصوروه وهذا ما أرادوه مسبقا. حتى لو بنيت لهم إحدى عجائب الدنيا وفرشت لهم الرمل ذهبا، فالخطأ بخيال ناحت ليس الخطأ بطين نحت. فإذا كانت بتصوراتهم أن يذهبوا الفرحة عن مدينتنا الرياضية فتوهموا كثيرا، فالمدينة فرحة بأهلها وبولادتها على أرض العراق التي أنجبت بسواعد سمراء تحملوا حر الصيف وبرد الشتاء من أجل منشأ رياضي كبير على أرض الخير والمحبة.